ابتداء من اليوم لحد الجاي ان شاء الله غادي يبدا معسكر تدريبي ديالو بقياده بن هاشم، زائد انه غادي يكون مقسم لي الجروب ديال اللعابه اللي غادي يبقاو في الوداد واللعابه اللي غادي يخرجوا. انا القضيه هذه جاتني غريبه شويه، فاجيو نهضروا عليها. وطبيعه الحال كتفرج ما تنساش ديك لايك وسبسكرايب، ويلا ندخلوا في التفاصيل. زعما ما تنساهمش، عادي 300 لايك في الفيديو هذا ان شاء الله. قبل ما نبداو اجيو بعدا نهضروا على واحد لا ليست كانت خرجت فيها 21 لاعب اللي غادي يخرج من الوداد، وتنسبات للمدرب، والمدرب هو اللي حطها، والمدرب يخرج 21 لاعب من الوداد. كيفاش غيخرج 21 لاعب من الوداد؟ بزاف ديال الحوايج. دابا ملي قرب المعسكر كنشوفوا انه كاينين جوج ديال لي جروب، واحد فيه 28 وواحد فيه 17، وكيقولوا انه الجروب اللي فيه 17 غادي يخرجوا منه لعابه. يقدر غدا ولا بعد غدا تولي 15 تولي 10 اللعابه عادي. الا حقيتاش الاخبار كيفاش كتخرج في الوداد فهي صعيبه انك تاخذ الاخبار صحيحه 100%. فمن هنا الاخر ديال الميركاتو يقدر هذاك الاخبار ديال 21 يكون صحيح، يقدر الاخبار ديال 17 يكون صحيح، يقدر الاخبار ديال 10 او 9 ديال اللعابه هو اللي يكون صحيح، وحاجه عاديه. يعني انت كتمشي داخل السوق ديال الانتقالات غادي تخرج لعابه وغادي تاخذ لعابه في بلاصتهم. فالا كنتي غادي تخرج لعاب وما تلقاش الرومبلاسون ديالو فغالبا تقدر ما تخرجش هذاك اللعاب. والمدرب كنتوقع انه ماشي غبي ديال انه غادي يخرج لعاب وغادي يخلي بلاصتو خاويه. كنتوقع انه المدرب ديالنا شويه ذكي، وغادي اي لعاب غادي يخرج فما غاديش يكون فهمتي ما قادرش يرومبلاسي. بحال اللعابه بحال اللعابه ديال الدفاع، اللعابه ديال النص ديال التيران بحال الساخي بحال الناسي، بزاف ديال اللعابه اللي تقدر تحاول انك الا ماكش ترومبلاسيهم مزيان تخليهم عندك في ليكيب عادي. زائد واحد الحاجه مهمه حطها في بالك ونساها حتى الاخر ديال الميركاتو نهضروا عليها، هو انه ليسبوار ديال الوداد ربح الشامبيونه ودابا عنده الحق يسجل 3 ديال اللاعبين. قدر في الاخر ديال الميركاتو يبانوا لك 3 ديال اللاعبين داخلين ليسبوار وكيطلعوا مره. القضيه ديال جوج ديال لي ليست ونحاولوا نناقشوا فيها، ونبداو بالليسته ديال المغادرين. من الاحسن الليسته ديال المغادرين اللي مخرجها الصحافه، ولحد الساعه حنايا ما متاكدينش منها انها كامله غتخرج او لا. هذه هي الليسته ديال المغادرين ديال الوداد، مي مادام عندهم سيونس بوحده فغالبا غادي يكونوا بنسبه كبيره منهم بزاف ديال اللعابه غادي يخرجوا. منهم لعابه اللي مزيانين وممكن الا خرجوا في البطوله الوطنيه العام الجاي يبانوا لك كيتنافسوا مع فراقي مزيانين، لاعبين مع فراقي بحال الطوب ديال الترتيب يلعبوا معاهم عادي. منهم حركاس، بوطويل، منهم الساخي، منهم ناسي، منهم اسماعيل المترجي، وكذلك منهم بوهره. هاد اللعابه هادو ممكن يخرجوا الفراقي مزيانين، ونقدروا نزيدوا عليهم حتى موفي. مي كنشوف انه الوداد تقدر ما ديرش هاد الغلط هذا وتحاول انها تخرج اللعابه ديالها برا المغرب. لا حقيتاش علاش انا غادي نقوي فرقه اخرى ونفسخ عقد مع لعاب بينما انه هو قادر يجيب عقد ونصيفطو برا المغرب عادي ونبعدو على الاقل على المنافسين ديالي، خصوصا في هذا العام هذا. ولكن ملي كنجي كنشوف هذه الليسته هذه كنلقى فيها نسبه كبيره من اللاعبين اللي خاصهم يخرجوا. ملي كنلقى فيها الهباش، ايت برايم، مالصا، مرموق، محمدي، هادو اش كيديروا اصلا في الوداد؟ غيلان حتى هو اش كيديروا هادو في الوداد؟ هادو نورمالمون خاصهم يخرجوا، هادو عادي. واللي كنتمنى من الاداره هو انه اللاعبين اللي يخرجوا بطريقه مزيانه. اعاره، بيع اللاعب ما يحصلش فيك. اما الا درتي معاه فسخ بالتراضي او الاستغناء فهذا غادي يكون مشكل، على حقيقه انت اللي جبتي هاد اللعابه وما عرفتيش تصرفهم. ودابا ندوزو للكوتي المزيان اللي فيه اللاعبين اللي غادي يبقاو معنا. وعجباني واحد الحاجه بزاف في هذيك لا ليست، هو انه فيها اللعابه ديال ليسبوار ديال الوداد. هذه حاجه مزيانه اننا غنشوفوا لعابه ديال الاسبوار عاوتاني مكملين كيترينيو مع الفرقه الاولى، وممكن الا احتاجيناهم غادي نلقاوهم في الفرقه الاولى، والا بان انهم عندهم واحد البوتونسيال ديال انهم يلعبوا غالبا غادي يلعبوا العام الجاي وغادي ياخذوا بلاصتهم. وان شاء الله علاش لا نشوفوهم في الفرقه الاولى العام الجاي. او لا الا كان شي لعاب اللي ما قدرش انه يتانتيغرا مع الفرقه الاولى يمشي بريطي يدير عام مزيان ويرجع لك ان شاء الله. هادشي اللي كنتمناه من الوداد في هاد الظرفيه هذه. زائد في هذيك لا ليست ديال 28 لعاب كنشوف انه كاين لورش اللي باقي ما تعلنش على التعاقد معاه، زائد مبارك، جوج ديال اللعابه باقي ما تعلنش على التعاقد معاهم في الوداد، ولكن كنشوفهم في هذيك لا ليست. فواش لقاو حلول انهم غيجيو هاد اللعابه او لا القضيه باقا ضبابيه وغادي ترينيو معاك حتى 31 في الشهر وغادي يمشيو في حالهم؟ فكنتمنى انه من هنا لواحد السيمانه او لا قل من سيمانه نعرفوا شنو هما هاد اللعابه، واش باقيين مع الوداد او لا غيمشيو في حالهم. زائد واحد الحاجه، لعاب اللي كنا سنينا معاه ونساوه تنسى من طرف الجمهور هو غيلوف كنا سنينا معاه من المحمديه وحطينا عندهم تسال العام. فدابا غيلوف جا للوداد وغادي تريني، كيبان لي انه داخل في المنظومه ديال المدرب وغالبا غادي يكون معنا العام الجاي. نوف زوين ويقدر ينفعنا.
فالتدريب غادي تبدا ان شاء الله من هنا لنهار الحد. كنتمنى انه في هذيك الوقيته الانتدابات ديال الوداد يكونوا تسالاو، لا من ناحيه ديال المغادرين لا من ناحيه ديال القادمين، وتكون قادر انك تريني بالجروب كامل ديالك وتكون مرتاح فيه. حيت حنا كوداد ديجا معطلين في تحضير الموسم، على حقيقتاش مشينا الميريكان ورجعنا في اللعابه خداو روبو. شي بالنسبه ليا هاد الوقيته هادي ويندو ديال الترونسفير ديالك خاصك دوزها بطريقه مزيانه، وخاصك تجيب لعابه اللي خاصهم يجيو يسنيو في اقرب وقت، وملي يجيو يدخلوا المعسكر التدريبي نكونوا مزيانين وكاملين، والمدرب يكون قادر انه يستخدم كاع اللعابه اللي غيستخدموا في العام. من ناحيه ديال الفيزيك ديالهم يكون مزيان، من ناحيه ديال التاكتيك كذلك مع المدرب يكونوا فاهمين مزيان، اي حاجه قال لهم في التيران يكونوا قادرين يطبقوها، وهادشي اللي محتاجينه حنايا باش العام الجاي تكون فرقه واقفه. اي حاجه من غير انك تدخل ب 90% من اللاعبين ديالك في المعسكر التدريبي الجاي بالنسبه ليا هو يعتبر فشل. وهادشي اللي كان عندنا على لي ليست. تهلاو نشوف الفيديو الجاي، ما تنساش لايك وسبسكرايب وكومنت شنو بان لك في هادشي اللي قلت. تهلاو نشوف الفيديو الجاي وديما وداد.